كريمة الليمون من الحشوات الرائعة للكيك. كريمة الليمون كمان نقدر نحشي بيها التورت والجاتوهات. هي حشوة مميزة جدا وطعمها أكثر من رائع. كريمة الليمون طعم ولون رائع جدا، وكمان المقادير بسيطة وسهلة. أنا سلوى. لو أول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل جديد في عالم الكيك والتورت. المكونات سهلة أوي. هحتاج كوب ماء كبير 300 ملي أو كوباية ونص من مج الشاي العادي، وكمان معايا تلت كوب عصير ليمون. دول عصير 5 ليمونات عصرتهم وصفيتهم، وكمان هاخد بشر ال5 ليمونات ابشرهم الاول واخد القشر بتاعهم وبعدين نعصرهم ونصفيهم. بس هنا الليمون معايا كان كبير شوية. لازم الليمون يكون اصفر مش اخضر، عشان الاخضر بيكون فيه مرارة شوية. وكمان معانا 2 صفار بيضة وبيضة كاملة، وكوباية الا ربع سكر من الاكواب المعيارية، و4 معالق نشا. مش هنحتاج للفانيليا خالص علشان الليمون والبشر الليمون هيشيلوا اي ريحة للبيض. هحط المكونات الاول كلها في حلة وبعدين هنرفعهم على النار ونقلبهم كويس جدا ونستمر في التقليب عشان يكون معانا الخليط ناعم وتكون الكريمة ناعمة. الكريمة دي من الحشوات الرائعة للكيك. انا ما كنتش متخيلة ان طعمها بالجمال ده. نستمر في التقليب لحد ما الخليط يربط معانا، يعني يتقل قوي كده. انا حطيت 3 معالق نشا في الاول وبعدين حطيت معلقة نشا تاني، عشان كده بقى فيه كتل من النشا في الخليط. يعني انا حطيت 4 معالق نشا، عشان كده قلت من الاول مقدار النشا 4 معالق، علشان لو حابين تزينوا الكيك وتعملوا روزيتات من كريمة الليمون يكون شكلها واضح وثابت معاكي. مش عارفة اوصف لكم عن جمال الريحة بجد. هناخد الخليط ونصفيه بمصفى ضيقة شوية عشان لو فيه كتل من النشا او البيض ما تكونش ظاهرة معايا في الكريمة، وتكون الكريمة ناعمة خالص معايا. وده شكلها بعد ما صفيتها، ناعمة جدا. هغطيها بستريتش، لازم الاستريتش يكون ملامس ليها عشان ما تعملش طبقة زي القشرة، وهحطها في التلاجة لحد ما تبرد. بعد ما بردت شوية هضيف معلقة زبدة. ممكن نحط الزبدة بعد ما نصفيها وهي سخنة، بس كده بيكون قوامها أفضل وبتكون متماسكة أكتر. ممكن نعملها بمضرب البيض بس ما نخفقش كتير عشان تكون متماسكة. لو عملنا روزيتات من الكريمة بيكون شكلها واضح وثابت جدا. بعد ما الزبدة تمتزج خالص مع الخليط بتكون كريمية قوي كده. بصوا شكلها بالجمال ده. زي ما قلنا تنفع الحشوات كيك كتير، وهي سهلة قوي زي ما شفتوا. هي كده لونها رائع، بس لو حابين لونها يكون اصفر اكتر ممكن نحط نقطتين من اللون الاصفر السائل، بيكون لونها حلو قوي كده. وكده وصفتنا خلصت النهاردة. لو استفدتوا منها شاركوني بلايك واشتركوا في القناة. اشوفكم في فيديوهات كتيرة جاية عن حشوات الكيك ان شاء الله.